دائما مع زريبة الإعلام. معليش، نشروا في الفيسبوك واحد الخبر مزور لا أساس له من الصحة. الخبر وشن هي؟ ها وين قال لك باللي هذه الكاس ولا هذه الطاس، المحكمة الدولية الرياضية، قال لك نشروا خبر أنه الماتش كأس إفريقيا داتو السنغال حكم نهائي وكذا. يعني هذه وثيقة مزورة، وثيقة مزورة تم تزويرها وتم تسريبها في الفيسبوك، أنه محكمة سويسرا المحكمة الدولية للبلوطر الرياضة حكمت لصالح فريق السنغال أنه فاز بكأس إفريقيا والمغرب خسرت. طبعا خبر مزور لا أساس له من الصحة، ماهوش صحيح. الغريب في الأمر يا ناس أنه هذا الخبر المزور اعتمدت عليه قناة حك تربح التلفزيون تاع بغالي، وجاي يناقشوا في القضية وفرحانين في التلفزيون الجزائري. هاوي اسمع ستي. 22 محمد، بما انك تحكي على التحكيم والتحكيم، نعطيك خبر مؤكد ورسمي. تفضل. السنغال تفوز بكأس رسميا خروج قرار محكمة التحكيم الرياضي لصالح السنغال، يفوز بكأس افريقيا الأمم ويغلق الملف. ويغلق الملف نهائيا. هاي ما عندهم وين يروحوا كذا. ألف مبروك للمنتخب السنغالي. ألف مبروك. ألف مبروك للمنتخب السنغالي. علاه ذهب عرقه داخل قضية الميدان. نعم أكيد. ذهب عرقه داخل قضية. نعم. لا شوف طاس، أنا يعجبني طاس، أنا من حادثة يطبق القوانين. من حادثة. نعطيك خبر رسمي. رسميا السنغال وكذا وفرحانوا. مش عيب عليكم؟ مش عيب عليكم؟ يعني مش عيب عليكم هذه الإساءة البالغة للإعلام الجزائري، للتلفزيون الجزائري، للدولة الجزائرية؟ مش عيب عليكم هذه الزريبة؟ مش عيب عليكم؟ يعني ما تتحراوش، ما عندكمش مصادر رسمية أنها تتصل تقرأ وثيقة مزورة في الفيسبوك تعتبرها شيء رسمي وتهلل وفرحان؟ مش عيب عليكم؟ ما تقدرش تتصل بالمكلف بالإعلام على مستوى محكمة الدولية في سويسرا تتأكد من الخبر هل هو صحيح ولا لا؟ زريبة. كون جات صحافة، كون جات صحافة، والمدير مدير، وقسم الأخبار قسم الأخبار، وقسم الرياضة قسم الرياضة، والمنشط منشط، والدولة دولة،